كتف بالنسبه حتى لاخيه المصري، وبالنسبه كمان لاشقائنا في فلسطين مش عايزه اعد يعني، ولكن الازمه الفلسطينيه في قطاع غزه هي المسيطره. هل لابد من ازمه حتى نتوحد مع ما نمر به؟ كل منا كإنسان في حياته يتشكل بمواقفه الأقصى والأكثر صعوبة في الحياة. نحن لا نتشكل بالرخاء، لا ديمومة لشخصية الإنسان، إنما هو يتقلب، وأكثر لحظات تشكيله وتكوينه هي في الأصعب. عشان كده كوني النهارده إني أمر بالأصعب وأمر بحاجة زي 2011 وأمر بما مريت به، الأمر كان جلل. يعني 2011 كان أمرا جللا لا يخصنا، يخص منطقة كامل فيها أطماع استعمارية منذ فجر التاريخ يعني، ومش من النهارده. اسكندر المقدوني عشان يذهب إلى الهند مر على مصر. الإمبراطورية الرومانية كي تثبت أقدامها في التاريخ مرت على مصر. الحضارة الإسلامية كي تنتقل وكي تصبح إمبراطورية مرت على مصر. مركز مصر في أنها أو قدرها حولها أنها مركزا لتسليم الحضارات من حضارة للأخرى، ده يدرس. هي بتسلم الحضارة. وعشان كده أنا عايز أقول لحضرتك يا دكتورة ناهد أنه كون إني أمر بالصعب والنهاردة أدرسه دي شطارة، إني أذاكرني دي شطارة، أنا مريت بإيه والنهاردة بعمل إيه دي شطارة. مذاكرة زواجنا وقد إيه الأصعب شكلني، فدي شطارتي إني أتعلم منه وإنه ده يبقى في ذاكرة الدولة. يعني فعلا لابد ان يعني نتوقف ونتمهل من على هدى من ماضينا، ونقول ودافع من حاضرنا حتى نقول لا يصلنا الغرور. انا الشخصيه المصريه صاحبه هذه الحضارات، ونقول الشخصيه المصريه، او زي ما كنا طول عمرنا حافظين جمله كده بنرددها، إن مصر هبه ايه؟ طول عمرنا هي بتدوب علمنا ودرسناها في التاريخ مصر هبه النيل. دكتور جمال حمدان لا قال لك نهر النيل ده كان عنده شطر، يعني كان لا احد يتحكم فيه، كان هو سيد جريانه، سيد فيضانه، سيد الطبيعه، كان سيد الانسان ذاته. ولكن الانسان المصري هو الذي استطاع ان يحصره بين الشطوط والاسود ويتحكم في فيضانه. فيجب علينا ان نصحح مقوله هيرودوت بمصر هبه النيل، نصححها بمصر هبه مصر الدين. إذا الشخصية المصرية شخصية ثرية، وشخصية تحتاج للمراجعة، وشخصية نقول نفخر دائما وأبدا بأننا أبناء الحضارة المصرية، ولنا مميزات ولنا بعض الثورات. هنتوجه بالكلمة إلى من